في واحد الغزوه كانت عائشه رضي الله عنها مرافقه للنبي عليه الصلاه والسلام، وفي طريق الرجوع نزل الجيش يرتاح وخرجت عائشه تقضي حاجتها. منين رجعات لقات القافله مشات وبقات في بلاصه كتسنى يرجعوا ياخذوها. شافها واحد الصحابي سميتو صفوان بن المعطل وعرفها، تعامل معها باحترام وسار بها حتى لحقوا بالجيش. لكن المنافقين استغلوا الموقف وبداو ينشروا في الاشاعات وقالوا كلام خايب على ام المؤمنين. المدينه كلها ولات كتهضر والنبي تألم بزاف وعائشه مرضات من الصدمه، حتى نزل وحي من عند الله وبرأ عائشه في الايه اللي كتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، إلى آخر الآية من سورة النور. الله برأها من فوق السماء وفضح المنافقين، وتعلموا الناس درس كبير أن الظلم بالكلام أخطر من الظلم بالسيف. قبل ما تهضر فكر، الكلمة جارحة كتقتل والبهتان راه ذنب كبير، وربي كيوقف مع المظلوم حتى لو كان ساكت.